شكرا. السيد الوزير، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم تبرز ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري كمدخل أساسي لبناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق فإن بلادنا تولي أهمية استراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية من خلال مشروع وطني شامل ويروم إرساء مدرسة جديدة قادرة على تكوين أجيال مبتكرة تساهم فعالية في تحقيق التنمية الشاملة. وعليه فإن النهوض بالموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين، وخاصة في المناطق القروية والجبلية كمنطقة ورزازة، تنغير، زقورة وأقاليم الجنوب الشرقي، يشكل رافعة أساسية لإنجاح ورش الإصلاح، وذلك من خلال ضمان الاستقرار المهني ورد الاعتبار لهذه الفئة والدعم والتحفيز، توفير بيئة عمل محفزة للأطر التربوية بالعالم القروي، وذلك من خلال تمكينها من مختلف أشكال الدعم كالتعويضات عن العمل في المناطق النائية، وتوفير شروط الاستقرار كوسائل النقل والسكن والربط بشبكة الانترنت والخدمات الصحية وغيرها من المقومات الأساسية للحياة الكريمة، ضمان الحماية وشروط عمل أفضل للعاملين بالمناطق القروية، فك العزلة عن القرى والدواوين والمداشير وربط بعضها البعض، وذلك بشق طرق وتعبيدها، تمكين العاملين بالمناطق النائية والجبلية من حركة الانتقالية. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد النائب على هذا السؤال المهم. حقيقة الأساتذة ديالنا من يلاه تيتخرجوا تيمشيو في مدن وفي أقاليم بعيدة، ويمكن كاع يطلعوا للضواء وربعات في الجبل، وحقيقة تيديروا واحد الخدمة مهمة باش جميع التلاميذ ديالنا يقدوا يقراو، وهما اللي نجحوا هذه العملية تاع التعليم الأولي اللي وصلنا 83% تاع التغطية فيها. اللي كانوا العام اللي داز في 26 ديسمبر مع في الحوار اللي كان مع النقابات، اتفقنا باش نعطيو الاساتذه 5000 درهم سنويا للاساتذه اللي في المناطق البعيده واللي ما تتوصل لهاش الطريق ولا ما تتوصل لهاش البيست ولا اللي صعيب الوصول لها. هادشي راه حنا خدامين عليه وان شاء الله غادي نخرجوه قبل اخر السنه. وشكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس. لا، غير أذكر السيدة النائبة المادة 291 الفقرة الخامسة منها، وغادي نطبقها اليوم باش نربحوا الوقت. يجب أن تنصب التعقيبات الإضافية حصريا على جواب الحكومة. كل واحد خرج عند هذا الخط سأوقفه. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس. فيما يخص كذلك ظروف الشغال داخل المؤسسات التعليمية، السيد الوزير، وكما ذكرتم لا زالت هناك بعض النواقص، خصوصا في غياب بعض المرافق الصحية بمجموعة من المناطق القروية والمناطق الجبلية، وكذلك أسوار تضمن وتحفظ سلامة وأمن الشغيلة، يعني الناس اللي كيعملوا بهذه المؤسسات التعليمية وكذلك التلاميذ. لذلك السيد الوزير يجب يعني توفير مرافق صحية، مراحيض مثلا خاصة بالإناث وأخرى بالذكور داخل هذه المؤسسات التعليمية، وكذلك أسوار من أجل حفظ سلامة وأمن هذه المؤسسات التعليمية. وشكرا. تعقيب إضافي آخر. جواب السيد الوزير على التعقيب وعلى. شكرا السيدة النائبة على التعقيب. حقيقة عندنا 500 مدرسة و 3400 ساتيليت، يعني أقسام بوحدها اللي ما وصل لهمش الماء، واللي راه عطينا الوزارة التجهيز هاد المدارس كاملة بلي كوردوني جي بي اس ديالهم وهاد الأقسام كاملة، وإن شاء الله غادي نخدموا جميع باش نوصلوا الماء. على ود بلا ماء صعيب يكون عندنا مرافق جيدة، مرافق صحية جيدة. شكرا.